لما يتم القضاء عليك، إنهاء حكمك، لكنك بالفعل دقت طعم السلطة وعرفت قيمة القوة والنفوذ، فيتاح إنك تعود للصورة من تاني. وزي ما في فرص في تهديدات، فتكون للمرة التانية عرضة للهجوم والقضاء على حكمك والنفي خارج مناطق نفوذك. ولكن تتاح ليك فرصة للعودة والحكم، فتقرر إنك تتمسك بيها وتستثمرها بأفضل شكل. فكان يا مكان. أنا أقدم واحد في العمارة، ده أنا تاريخ هادي. كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند سنة 1818، حصار إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا لمدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، وتمكنه من السيطرة على المدينة وأسر حكام وقادة الدولة السعودية وإنهائها. لازم تشوف الجزء الأول فيه تفاصيل أكتر، هنسيب لكم الرابط في التعليقات. ونكمل كلامنا من سنة 1820. فمع انتهاء الدولة السعودية وعودة إبراهيم باشا لمصر مرة تانية، ساب حامية عسكرية في الحجاز، وكانت الحامية غير كافية للسيطرة على كل الأراضي والمناطق والقبائل. فرجعت من جديد القوى القديمة، القوى اللي كانت بتحكم بعض مناطق شبه الجزيرة العربية من قبل سيطرة حكام الدولة السعودية الأولى. رجع مثلا بنو خالد واللي كانوا بيحكموا الأحساء، رجعوا تاني لسابق عهدهم وسيطروا على بعض الأماكن. ولكن في نفس الوقت كان في محاولات جادة لتكوين دولة جديدة في الدرعية، محاولات كان بيتزعمها ويقودها محمد بن مشاري بن معمر، واللي كانت بتربطه صلة قرابة بآل سعود. يعني عنده دوافع متعددة تخليه يسعى انه يبني ويؤسس دولة من جديد وسط ما المنطقة بقت تقريبا فاضية. ممكن نقول حصل حالة فراغ من الزعامات السياسية بعد تقريبا 10 سنين من المعارك المتواصلة، واللي كان نهايتها أسر عدد كبير من الأمراء والقادة والحكام على إيد جيش محمد علي باشا. بدأ محمد بن مشاري بن معمر حركته واستثمر صلة القرابة بآل سعود كأساس يبني عليه في تجميع الناس حواليه. ومما ذكر عنه انه اجاد رسم صورته الذهنية قدام الناس، فكان بيقدم نفسه على انه فقط حريص على احياء الدولة من جديد وتوفير الامن والاستقرار، وبيقول للناس انه لا يبحث عن اي مجد شخصي. بالفعل حصل على تأييد من بعض سكان نجد، ولكن كان في تخوف عند غيرهم، تخوف ان حركة ابن معمر واللي هدفها انشاء دولة من جديد ممكن تستفز والي مصر محمد علي باشا ويرجع بقواته من تاني. واحنا ما صدقنا انه رجع مصر، وبدأنا هو نعافر ونعيش حياتنا من تاني. فتواصل بعض أهل نجد مع بني خالد وطلبوا منهم القضاء على ابن معمر، وبالفعل استجاب زعيم بني خالد وتوجه إلى نجد. ويبدو أن ابن معمر كان على علم بالتحركات دي وقدر أن يحتوي الموقف ويكسب زعيم بني خالد في صفه، أو على الأقل يحيده ويتجنب عداوته. ابن معمر بعت رسالة لزعيم بني خالد، رسالة فيها تحية وتقدير، فعلا فيها إقراره بالتبعية للدولة العثمانية، والأهم كان مع الرسالة عدد كبير من الهدايا. وكانت حركة ذكية جدا من ابن معمر، ومردودها كان غير متوقع تماما. فبعدها كسب ابن معمر شعبية كبيرة، فاللي كان قلقان منه وبيستعين بزعيم بني خالد شاف كده ان ابن معمر بمثابة صديق ليهم او حليف. وكمان بدأ عدد كبير من الشخصيات اللي قدرت تهرب من الأسر وقت حملة محمد علي العسكرية بدأوا يرجعوا من جديد، وكان من بينهم الأمير تركي بن عبد الله وأخوه الأمير زيد. الأمير تركي اللي هيكون ليه شأن كبير بعد كده، واللي مع عودته قرر انه يدعم ويؤيد ابن معمر، وكمان ساعده لحد ما نجح في السيطرة على منطقة حريملاء، بالإضافة لبعض الإمارات النجدية، ومن قلب جزيرة العرب إلى قلب أرض الكنانة. فمع الاضطرابات اللي واجهت محمد علي باشا بدأت قبضته تضعف بعض الشيء، وكان في عدد كبير من آل سعود لا يزالوا في مصر متحفظ عليهم، مش مسجونين يعني بمعنى السجن، لكنهم أقرب ما يكونوا تحت إقامة جبرية بأوامر محمد علي باشا. وخلال فترة حجازهم في مصر اتعرف أمراء وآل سعود على الشعب المصري عن قرب، وزاد التعاون ما بينهم خاصة في البيع والشراء. مع الوقت قدر أحد أفراد الأسرة السعودية وكان اسمه مشاري بن سعود، ويبقى أخوه الأمير عبد الله بن سعود آخر حكام الدولة السعودية الأولى، قدر مشاري بن سعود إنه يهرب، وبمساعدة من مصريين سلك عدة طرق لحد ما خرج من مصر كلها، وقدر مرة تانية إنه يرجع لبلده مدينة الدرعية. ومع وصول مشاري بقى هو الوريث الشرعي للحكم في نجد، وانضم له عدد من الأنصار اللي كانوا مؤيدين للدولة السعودية الأولى. وقتها أعلن ابن معمر تنازله عن الحكم لصالح مشاري بن سعود، ويبدو إنه كان تنازل تحت ضغط، وإن ابن معمر ما كانش راضي إن يجي مشاري ياخد على الجاهز كده اللي هو بناه طول الفترة اللي فاتت، لكنه في الآخر سلم مشاري الحكم. وبعد توليه المسؤولية بدأ الأمير
الأمير مشاري بن سعود من جديد يشتغل على إحياء الدولة السعودية، فتوسع في السيطرة على مناطق نجد ووصل نفوذه لحد منطقة اليمامة. طبعا مع تحركات مشاري وزيادة قوته ونموها يوم بعد يوم، بدأت الأخبار توصل لمحمد علي باشا، وقرر التصدي للتحركات دي قبل ما تكبر عن كده، خاصة يعني إن مشاري ده كان محتجز في مصر، وهروبه منها وإعادة إحيائه للدولة اللي قضى عليها محمد علي باشا تعتبر نقطة سلبية أو مهينة في حقه. وزي ما قلنا كان محمد علي باشا محتفظ بحامية عسكرية عددها قليل في الجزيرة العربية، وشاف إنها مش كافية، فقرر إرسال فرقة عسكرية بقيادة أبوش أغا. ومع وصول أغا لمدينة عنيزة حصل تواصل بينه وبين ابن معمر. ابن معمر بعت لأبوش أغا وأعلن تبعيته لوالي مصر محمد علي باشا، وإنه هيشارك معاه في المعارك ضد مشاري. وبالفعل وخلال رحلة للأمير مشاري للخرج ينجح ابن معمر في حصاره والقبض عليه وسلمه لقوات محمد علي باشا، اللي وهو معاهم في طريق العودة لمصر يموت، يتوفى. ايه سبب الوفاة بدقة ما قدرناش نوصل. هل هي وفاة طبيعية؟ هل أصيب أثناء محاولات أسره وتوفي نتيجة الإصابة؟ هل تم قتله من ابن معمر ولا تم قتله من قوات محمد علي باشا؟ هل حاول يقاوم أو يهرب مرة تانية؟ ما قدرناش نوصل لحاجة واضحة ومحددة، ونتمنى اللي عنده رواية عن الجزئية دي يفيدنا بيها. وبكده من تاني خلي المجال تماما قصاد ابن معمر، وكان المقابل اللي حصل عليه هو رجوعه مرة تانية ليصبح حاكم الدرعية برضا ودعم من والي مصر. لكن طبعا عودته ما كانتش سهلة، هو كده غدر بالأمير مشاري. فمع انتشار أخبار ان المعمر خان الأمير مشاري وان هو اللي قبض عليه وسلمه لمحمد علي باشا، وكمان خبر وفاة مشاري في الطريق، كل ده خلى حالة من الرفض تسود، رفض ابن معمر. أما الأمير تركي بن عبد الله واللي كان وقتها بمثابة أمير منطقة الرياض فغضب جدا بسبب خيانة ابن معمر، وقرر مواجهته وانضم له وسنده عدد من أنصار آل سعود. وبالفعل ينجح الأمير تركي بن عبد الله في اعتقال ابن معمر وابنه ويقرر قتلهم ثأرا لقتل الأمير مشاري بن سعود. وينجح الأمير تركي بن عبد الله في دخول الدرعية ويسيطر عليها تماما، إلا أنه قرر تحويل العاصمة، عاصمة الحكم، من الدرعية إلى مدينة الرياض. وده كان بسبب الدمار اللي حصل فيها خلال حملة إبراهيم باشا والمعارك اللي بعد كده. ده غير أن تركي كان على علم بالرياض وعارف أسوارها وإزاي يقدر يدافع عنها، وكمان ليه شعبية كبيرة وسط أهلها. في المقابل حاولت قوات محمد علي باشا والأكثر من مرة إنها تقضي على الأمير تركي، ونجحوا إنهم يفرضوا حصار على مدينة الرياض، حصار شديد اضطر معاه الأمير تركي للهرب من المدينة، لكنه نجح في تجميع قواته من جديد وعكس الضربة الموجهة ضده، فأجبر قوات محمد علي باشا على فك الحصار والانسحاب علشان ينتهي الأمر بتوقيع اتفاقية صلح بين الطرفين تنص على مغادرة قوات محمد علي باشا من الرياض وإمارة نجد، على أن يسهل الإمام تركي عملية خروجهم دون مواجهات. بعد رحيل قوات محمد علي من الجزيرة بدأ الناس يبيعوا الأمير تركي، وكان من بينهم بعض الأمراء والشخصيات اللي كانوا محتجزين في مصر، وكان من ضمنهم حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي بقى لاحقا مساعد الأمير تركي. وقرر تركي إعلان الاعتراف بالسيادة العثمانية، هو وإن كان اعتراف شكلي لكنه ساعده في توسيع سيطرته على نجد، وكمان مد نفوذه للخليج واستولى على الأحساء والقطيف. ومع المكاسب دي والاستقرار وزيادة القوة والنفوذ واللي يبدو عليها من إيجابيات وأخبار وحال جيد في صالح استعادة الدولة للسعودية، إلا أن الحكم والنفوذ دايما مقترن بالصراعات، ويبدو أنه كان في اللي متربص بالإمام تركي وشايف أنه حق منه بالحكم، هو أولى بالنفوذ والسلطان. فقتل الإمام تركي بن عبد الله، قتل على إيد ابن أخته الأمير مشاري بن عبد الرحمن بن سعود، وكان مشاري ضمن مجموعة الأسرى اللي رجعت من مصر. وبعد عودته ولا إلا أنه في وقت لاحق وبسبب الشكاوى اللي وصلته من الأهالي وكمان أخبار بأن مشاري بيدبر مؤامرة للإطاحة بيه، قرر تركي عزله من منصبه، فكان رد مشاري هو قتله. بعد اغتيال الأمير تركي نجح مشاري في الاستيلاء على القصر والحكم، وكان في الفترة دي الأمير فيصل، والأمير فيصل يبقى ابن الأمير تركي بن عبد الله. كان الأمير فيصل بيقود حملة عسكرية على الأحساء، فلما وصلوا خبر اغتيال والده قرر الرجوع بالجيش للرياض، ونجح في السيطرة على المدينة وحاصر القصر واقتحمه وقتل مشاري بن عبد الرحمن. بكده أصبح الأمير فيصل بن تركي هو الحاكم الجديد. بدأ فيصل حكمه بدعوة قضاة وشيوخ قبائل نجد لحضور جلسة أو مؤتمر في الرياض، مؤتمر هدفه إعلان الولاء والطاعة. وبدأت الوفود توصل للرياض لمبايعة الأمير فيصل، اللي وجه خطاب لعامة الناس دعاهم فيه لاتباع مبادئ الشريعة الإسلامية، وطالبهم بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحثهم على دفع الزكاة للدولة. وقال الأمير فيصل إن دفع الزكاة بيدل على التبعية، وإن اللي هيمتنع عن دفع الزكاة هيكون بمثابة إعلان تمرد، وإن ده مش هيسمح بيه أبدا. وبالفعل لما امتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة أعلن الأمير فيصل
الحرب عليهم وأرسل قوات عسكرية لإخضاعهم. وبعد ما نجح فيصل في السيطرة على الأمور في الرياض، بدأ يوجه أنظاره لمناطق شرق الجزيرة اللي كانت ثائرة في عهد والده، وفي نفس الوقت كان بيحاول يتجنب أي صدام مع قوات محمد علي باشا، وكان بيحاول يحتوي أي أزمة بتحصل بالأساليب السلمية. أما محمد علي باشا فأرسل مبعوث للأمير فيصل وطلب منه تنفيذ بعض المطالب، منها أداء الخراج. والخراج ده نوع من أنواع الضرائب بيتم تحديده بناء على المحصول السنوي الخارج من الأرض. وكمان طلب منه تزويد الجيش المصري، جيش محمد علي اللي خرج من مصر، تزويده بالطعام والمؤن اللي يحتاجها خلال رحلته لنجد وجنوب الجزيرة. إلا إن الأمير فيصل رفض، وكان رفضه نابع من خوفه إنه يكون هو ودولته الهدف القادم لمحمد علي باشا بعد انتهاء مهمة جيشه في نجد. بالإضافة إنه حس إن تعاونه مع محمد علي بالشكل ده هيؤثر على ثقة الناس فيه. طبعا مع رفض الأمير فيصل قرر محمد علي باشا تحريك حملة عسكرية ضده. حاول فيصل إنه يوقف الحملة بأي شكل بحيث إنها ما توصلش لمواجهة عسكرية، فتوسط عند والي الحجاز وقائد الحملة نفسه إسماعيل أخا، وبعت لهم الهدايا في محاولة لتهدئة الموقف. إلا إن جهود فيصل فشلت في احتواء الموقف بسبب تصميم شخصي من محمد علي باشا على سيطرته على مناطق أكبر في الجزيرة العربية، خاصة إن الحملة العسكرية المرة دي ما كانتش بطلب من الدولة العثمانية، يعني زي ما كان الحال في الحملة العسكرية في عهد الدولة السعودية الأولى. ويبدو إن كان سببها إن محمد علي باشا قال إزاي نطلب طلب ويترفض، ده غير طبعا رغبته في التوسع وتكوين إمبراطورية عظمى. وعلشان كده تم تحريك جيشين للسيطرة على الرياض، منهم جيش استعان وتعاون محمد علي باشا فيه بأحد أفراد آل سعود وهو الأمير خالد بن سعود، ويبقى أخو آخر حاكم للدولة السعودية الأولى. والعلم فالأمير خالد كان من ضمن أمراء آل سعود اللي أسروا واحتجزوا في مصر. قرر محمد علي باشا إن الأمير خالد بن سعود يكون على رأس الجيش بتاعه، وكانه بيوصل رسالة لأهل الجزيرة إن المنطقة هتحكم بأمير من أسرة آل سعود، يعني هو ملوش علاقة بالموضوع. وهيبقى مش منطقي إن القبائل تبص لواحد من أسرة آل سعود إنه محتل ولازم يقاوموه. يبدو إن دي كانت الفكرة اللي قرر محمد علي تنفيذها، ويبدو إنها جابت نتيجة بالفعل. فوجود الأمير خالد على رأس الجيش نجح في استمالة بعض القبائل والناس ليه. ولشيء من الدقة نسأل هل استجاب الناس وقبلوا بالأمير خالد لأنه من أسرة آل سعود منهم فيهم يعني، ولا قالوا أهو قضى أخف من قضى، يعني يحكمنا الأمير خالد بن سعود أحسن ما يجي محمد علي باشا بنفسه هو مثلا أو أحد أبنائه أو قادته يخشوا الجزيرة العربية، ودخول محمد علي الدرعية وسيطرته عليها ما كانش من بعيد يعني. بكده انطلقت قوات محمد علي باشا من منطقة الحجاز لمنطقة القصيم بقيادة الأمير خالد. وفي الجانب الثاني كان رأي الأمير فيصل إنه يخرج لملاقاة الأمير خالد، يخرج يحاربهم وما يستناش لما يوصلوا لحد الرياض علشان يتجنب حصار العاصمة ويكون ليه برضه خط رجعة لو المعركة سارت بشكل سيء. وبالفعل اتحرك الجيش السعودي في اتجاه القصيم، ولكن القوات ما كانتش منظمة بالشكل المطلوب، وده اللي عمل حالة من التسيب والفوضى. وتقابل جيش الأمير فيصل وجيش الأمير خالد، وقدر الأمير خالد إنه ينزل هزيمة بقوات فيصل واستولت قواته على القصيم، ومن بعدها حائل. وبقى الجيش بيقتل الأمير خالد على مشارف الرياض واللي دخلوها بدون أي مقاومة تذكر. بعدها قرر الأمير خالد التوسع والسيطرة على المنطقة الجنوبية، فقرر الأمير فيصل تجميع قواته من أهالي المنطقة الجنوبية والتوجه للرياض. وبكده انعكس الامر، بقى الامير فيصل بقواته هو اللي محاصر الرياض. ولكن حصل امر غير من التوازن النسبي في المعركه لما وصلت الامير فيصل اخبار عن وصول قوات جديده بقياده خورشيد باشا هدفها ضرب جيشه ورفع الحصار عن الرياض. علشان يقرر فيصل رفع الحصار ويدخل في مفاوضات مع الامير خالد بن سعود، وطلب الامير فيصل انسحاب القوات المصريه من منطقه نجد مقابل الاعتراف بالامير خالد حاكما على منطقه الاحساء والاقليم الشرقي. ولكن محاولات الامير فيصل للتفاوض لم تنجح، وصلت للنهايه بوصول قوات خورشيد باشا. وهنا ايقن الامير فيصل انه مش هيقدر يصمد قدام الحمله العسكريه الجديده، فاعلن الاستسلام وطلب الصلح، وكان من شروطه العفو عن جنود وقوات الامير فيصل واعطائهم الامان مقابل استسلام فيصل وتحديد اقامته في مصر. وبالفعل يوافق الامير فيصل، وفي ديسمبر 1838 ميلاديا يسافر فيصل لمصر وتنتهي فتره حكمه، فتره وان كانت فتره قصيره لا تتجاوز 6 سنوات، الا انه نجح خلالها انه يحقق مكاسب كان منها تاسيس علاقات مع عدد من الدول، من أبرزها المملكة البريطانية، خاصة بعد تمكن الأمير فيصل من استرداد مكانة آل سعود في الأحساء والبحرين. وبالعودة لشبه الجزيرة العربية تولى الأمير خالد بن سعود مقاليد الحكم،
الحكم بالقوة والأمر من محمد علي باشا. ولكن الدولة في عهده ما كانتش في أفضل حال، ودخلت نجد مرحلة من الضعف بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ما أدى لتفشي غضب بين القبائل واضطرابات ورفض الحكم الأمير خالد. في نفس الوقت كان محمد علي باشا مهتم بتوسيع سيطرته على شبه الجزيرة العربية، ووصل نفوذه لحد عمان وعدن. وفي سنة 1840 ميلاديا دخلت بريطانيا على خط الأحداث في شبه الجزيرة العربية، ويبدو انها قالت كفايه قوي كده على محمد علي. تقريبا قالوا هو كده فاضل له شويه وهيخش على الهند. فاصدر الانجليز معاهده لندن اللي بموجبها اجبر محمد علي باشا على الانسحاب من كل الجزيره العربيه والشام. وبالفعل انسحبت قوات محمد علي، ليبقى الامير خالد بن سعود حاكم بلا اي قوه تحميه او تدعمه. فبعد سنه تقريبا على انسحاب جيش محمد علي، جهز الامير عبد الله بن ثنيان آل سعود جيش، جمع قوات من القبائل والناس اللي رافضه حكم الامير خالد، وقرر مهاجمه الرياض علشان يهرب الامير خالد من الرياض ويوصل الاحساء ومنها الى مكه. ومع دخول الامير عبد الله الرياض طالب بتولي السلطه واعتراف القبائل به، لانه الوريث الشرعي للحكم، بحكم انه اخو اخر امراء الدوله السعوديه الاولى. وبالفعل حصل على تأييد من قبائل نجد، لانه برضه ما استمرش في الحكم اكتر من سنه تقريبا، وده بيرجع غالبا لانه فرض ضرائب بشكل مبالغ فيه على الناس. في الفتره دي كان الامير فيصل بن تركي بيظهر في المشهد من جديد، فبعد اخلاء سبيله من مصر قرر الرجوع لمنطقة حائل بسبب علاقاته الطيبة مع أهلها، خاصة حاكمها الأمير عبد الله بن رشيد. واستقر الإمام فيصل في حائل، ومنها بدأ في مراسلة أمراء نجد رغبة منه في دعمهم لاستعادة الحكم مرة تانية. وبالفعل استجاب بعض الأمراء لدعوة فيصل وانضموا له، وبعد ما جهز قواته قرر التحرك إلى القصيم ومنها إلى الرياض. وتوصل قوات الأمير فيصل إلى الرياض واللي كان ابن ثنيان متحصن فيها، فضرب فيصل حصار محكم على الرياض ليستسلم الأمير عبد الله بن ثنيان، ويقرر الأمير فيصل سجنه. وبعد شهر تقريبا يتوفى الأمير عبد الله في السجن. وبكده تكون سنة 1843 هي بداية تاريخ حكم الأمير فيصل بن تركي في ولايته الثانية، واللي فيها تأسست الدولة السعودية الثانية. وكان أول حاجة فكر فيها الأمير فيصل بن تركي إعادة توحيد مختلف المناطق لحكمه، واتبع في البداية أسلوب دعوة مشايخ القبائل والاجتماع بيهم واعترافهم بحكمه وانضمامهم تحت لواء الدولة السعودية. بالفعل بدأت بعض القبائل في التوافد على الرياض لمبايعة الأمير فيصل بن تركي، ولكن بعض القبائل رفضت، ومنها اللي تمرد عليه، وقيل إنه حصل هجمات أو اعتداء على قوافل الحجاج. فقرر فيصل قيادة الجيش بنفسه لإخضاع القبائل اللي رفض الاعتراف به ومبايعته. وفعلا قدر الأمير فيصل إنه يستعيد كثير من المناطق اللي كانت تحت حكم الدولة السعودية، لدرجة إنه نجح في السيطرة على البحرين وفرض نفوذه عليها، نفوذ لم تعترف به لا الدولة العثمانية ولا المملكة البريطانية. واستمر الأمير فيصل في الحكم حتى توفي سنة 1866. ممكن نقول إن وفاته كانت بداية النهاية للدولة السعودية الثانية. فالأمير فيصل كان عنده 4 أبناء ذكور، هم عبد الله وسعود ومحمد وعبد الرحمن، وكان أكبرهم عبد الله، واللي بويع للحكم بعد وفاة والده واعترف به كإمام وحاكم جديد، إلا إن أخوه سعود كان عنده رأي تاني وما قبلش بانتقال الحكم من والده لأخوه عبد الله، وقرر إنه يثور عليه وينزع الحكم اللي شاف إنه حق بيه. طبعا أنت مش لوحدك في الكون. فبعد وفاة الأمير فيصل وبدء نزاع بين أبنائه على الزعامة والحكم، قررت قوة في المنطقة استغلال الحدث ده. كان أبرزهم من خارج شبه الجزيرة العربية الدولة العثمانية، ومن داخلها كان آل رشيد في منطقة حائل، اللي شافوا برضو إنهم أحق بالحكم، خاصة مع انقسام القبائل في تقديم الولاء واختلافهم في مبايعة أبناء الأمير فيصل. ففيهم اللي بايع عبد الله وفيهم اللي بايع سعود. وبكده ظهرت فرصة لبعض القبائل للعودة للمشهد من جديد، منهم قبيلة بني خالد اللي كانوا عايزين يرجعوا لسلطتهم القديمة، وبرضو الأشراف اللي كانت رغبتهم السيطرة على القصيم وباقي نجد. أما في الرياض اتطورت الأمور بين الأخين ووصلت للقتال، معركة بين الأخوين، معركة انتهت بهزيمة قوات الأمير سعود والقبائل الداعمة ليه، إلا أنه نجح في الفرار من القتل أو الأسر وتوجه للأحساء ومنها إلى عمان. وبكده قدر الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي أنه يضمن لنفسه مقعد الحكم، وبدأ يدير الدولة السعودية من العاصمة الرياض. ولكن الأمير سعود قرر أنه يكمل تمرده، وبدأ يفكر في فصل المنطقة الشرقية عن نفوذ الأمير عبد الله علشان يفقده منفذه الوحيد على الخليج العربي. وكمان قرر الأمير سعود تجهيز قوات ومهاجمة قطر اللي كانت في الفترة دي تحت نفوذ الدولة السعودية. ولكن قوات الأمير سعود اتعرضت للهزيمة
الهزيمة مرة تانية، فقرر توجيه ضرباته إلى الأحساء رغبة منه في الاستيلاء على ميناء العجير. وحاصرت قوات الأمير سعود بعض مناطق الأحساء، إلا أنه لاحقا اضطر يرفع الحصار عنها وعن أهلها لما عرف أن قوات بقيادة أخوه الأمير محمد بن فيصل جاية في الطريق. فك الحصار ما كانش معناه الهرب، لأن الأمير سعود توجه لمقابلة القوات القادمة ونجح في هزيمتها واعتقال أخوه الأمير محمد. بعدها رجع مرة تانية وقدر يستولي على الأحساء، وتوسع نفوذ وقوة الأمير سعود بن فيصل، وقدر أنه يسيطر على أغلب المنطقة الشرقية. وهنا ممكن نقول أن اللحظة دي كانت البداية الحقيقية لسقوط الدولة السعودية الثانية بعد ما تبدلت موازين القوى. هنا بدأ الأمير عبد الله بن فيصل أنه يدور على حليف قوي يسنده ويدعمه في حكمه، خاصة بعد توسع نفوذ أخوه الأمير سعود. فقرر عبد الله أنه يسيب الرياض ويزور إمارة حائل، وقرر التواصل مع الوالي العثماني في بغداد وطلب منه الدعم. بالفعل وافق الوالي العثماني على التحالف مع الأمير عبد الله ودعمه في حربه ضد أخوه الأمير سعود. في نفس الفترة دي كان الأمير سعود حرك قواته للرياض وقرر أنه يحاصرها ويدخلها ويسيطر عليها. وقيل أن الأمير سعود نكل بأهل الرياض بسبب دعمهم لأخوه الأمير عبد الله. وبحكم القوة أجبر الأمير سعود قبائل وأهالي الرياض على تقديم البيعة ليه. وكان الوالي العثماني على بغداد مدحت باشا بيجهز حملة عسكرية للتوجه لشرق الجزيرة العربية، وقدمت الكويت المساعدة للحملة العسكرية، وأرسلوا قوة بحرية بقيادة حاكم الكويت عبد الله بن الصباح، وقوة برية بقيادة مبارك بن الصباح. ولكن يبدو أن الهدف الأساسي للحملة العسكرية العثمانية ما كانش بس مساعدة الإمام عبد الله في استعادة منصبه، استعادة عرشه ونفوذه. الظاهر أن كان عند الدولة العثمانية هدف تاني، وهو إحكام السيطرة على منطقة الأحساء. وبالفعل قدرت الحملة العسكرية العثمانية اللي دخلت شبه الجزيرة العربية بالتعاون مع والاتفاق وطلب من الإمام عبد الله بن فيصل، قدرت تستولي على القطيف والأحساء، وكمان نجحت في السيطرة على قطر. بعدها أعلن مدحت باشا تحرك حملته العسكرية باتجاه الرياض لإقرار سيادة الدولة العثمانية عليها وإعادة الأمير عبد الله بن فيصل إلى الحكم مع منحه رتبة قائم مقام. ولكن يبدو أنه حصلت حاجة خلت مدحت باشا يغير رأيه، علشان تكون الحملة العسكرية ما حققتش أي نجاح يذكر للإمام عبد الله أو للدولة السعودية، بل العكس. انتهز محمد بن رشيد أمير جبل شمر فرصة الحرب القائمة بين البيت السعودي، بين الأسرة الحاكمة أسرة آل سعود، وقرر أنه يستثمر الفرصة وينتزع الحكم منهم. وبالفعل حصلت بعض معارك بين الطرفين ما كانتش محسومة لطرف على الثاني، ولكن كان في طرف مصمم على هدفه، واستمر ابن رشيد في انتظار الفرصة المناسبة للإطاحة بآل سعود من الحكم. وكنتيجة للخلاف بين أمراء أسرة آل سعود ووصول الحملة العسكرية العثمانية بطلب من الأمير عبد الله بن سعود، بدأت القبائل واحدة ورا الثانية تتخلى عن آل سعود وتعلن انضمامها إلى آل الرشيد وبيعته ودعمه والقتال إلى جانبه ضد آل سعود. وفي آخر سنة 1875 يتوفى الأمير سعود بن فيصل بعد صراع على كرسي الحكم مع أخوه. تولى الحكم أخوه الأمير عبد الرحمن، إلا أنه ترك الحكم بعد سنة واحدة بس، وتولى الحكم من جديد أخوه الكبير الأمير عبد الله، واستمر في الحكم إلى أن توفي في 1889. وبوفاته رجع الأمير عبد الرحمن بن فيصل للحكم من جديد، واستمر في إدارة وحكم الدولة السعودية لحد سنة 1891، وهو نفس العام اللي شهد سقوط ونهاية الدولة السعودية الثانية. وللحديث بقية، فكان يا مكان. ابدي اعجابك بالحلقة واشترك في قناتي بكر المصري وقول لنا رأيك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العمارة ده، انا تاريخ.